أهلا بيك، أنا سارة وحابة ناخد هدنة صغيرة نحكي فيها عن اللي جوانا ونسمع نفسنا من جديد. دي رحلتنا سوا ويلا بينا. في لحظات كتير في حياتنا بنلاقي نفسنا بنقول أنا محتاج أبعد، محتاج أختفي شوية، ونفتكر أن البعد هو الحل، وأن الراحة النفسية هتيجي لما نقفل على نفسنا ونقطع العلاقات، نوقف الكلام، نسحب طاقتنا من كل حاجة حوالينا. بس هل ده فعلا الحل؟ ولا احنا بس بندي نفسنا هدنة علشان ما نواجهش اللي وجعنا؟ في الحلقة دي هنفرد الكلام على آخره، مش هتكلم عن البعد كقرار بسيط، لا، احنا هنفتح له ملف كبير، من أول علاقتك بنفسك لعلاقتك بالناس، الشغل، العيلة، وباللي بتحبهم، عشان نوصل في النهاية لإجابة واضحة وصريحة. أنا بعدت، بس يا ترى أنا كنت بهرب ولا كنت برتاح فعلا؟ تعالوا نحكي شوية. في نوع من البعد بيشبه التنفس بعد الغرق. تبعد عن علاقة كانت مستنزفاك، عن شغل بيمتص أعصابك، وعن بيت كله توتر. تبعد لأنك مش قادر تكون طبيعي. لما تبعد وتلاقي نفسك أخيرا ساكت بس مرتاح وحاسس ان فيك حاجة بدأت تتظبط، ده مش هروب، ده اسمه استرداد نفسي. وده مهم لأن الإنسان مش آلة، وكل شخص محتاج لحظة يرجع فيها توازنه من غير ضغط. لكن خلي بالك ان البعد هنا ليه ملامح، يعني قرار ناضج، مش تصرف لحظة غضب، مساحة مؤقتة مش انسحاب دايم، واضح لنفسك مش غامض ومبهم انت مش فاهمه، وفي غالبا نية للرجوع، لكن بعد ما ترتب اللي جواك. البعد هنا بيكون زي وقفة في نص الطريق عشان تكمل بشكل أوضح، مش تنسحب للأبد. لكن على الصعيد الآخر في ناس كتير بتبعد وتفتكر إنها بترتاح، بس الحقيقة هي بس بتتدارى. يعني بعدت عن علاقة بس ما واجهتش ليه كل حاجة بتفشل معاك، بعدت عن شغلك بس ما طورتش نفسك، بعدت عن أهلك بس ما قلتلهمش انت موجوع من ايه. وساعات بتبعد عن نفسك لما تبطل تسأل أو تحس أو حتى تحلم، وده بقى أخطر بعد، لأنك بتفقد نفسك من غير ما تحس. البعد هنا مش راحة، البعد هنا إنكار. انت مش شرط تبقى مؤذي علشان تهرب، انت ممكن تكون طيب جدا بس مش عايز تتوجع تاني، فتقرر تبعد وتفتكر ان هي دي الراحة، لكن هي بس هدنة من الحقيقة. خلينا نفسر شوية في كلامنا عن العلاقات وعن شكل البعد عنها. يعني مثلا العلاقات العاطفية، ساعات بتبعد عن علاقة حب مؤذية، وده صح، بس ساعات بتسيب حد بيحبك بجد عشان انت خايف تتكسر. هنا انت اسأل نفسك، هل انا بسيب لان الحب انتهى، ولا انا بسيب علشان خايف اواجه ضعف جوايا؟ عندك في علاقات الاهل ممكن تكون تعبت من الضغط، من المقارنات، من عدم الفهم. ممكن تبعد، تاخد مساحة، تهدى، تحمي نفسك. بس تبعد تماما، ترفض كل محاولة للقرب، ده بيوجعك اكتر ما بيحميك. علاقات الصحاب كذلك الامر، مش كل انسحاب من صديق اسمه خيانة، لكن في فرق بين انك تبعد لان العلاقة انتهت، وبين انك تبعد لانك مش عايز تقول انا اتضايقت. اهم من ده كله بقى علاقتك بنفسك، اخطر علاقة ممكن تهرب منها لما تبطل تواجه حزنك، وتبطل تسمع خوفك، وتبطل حتى تعاتب نفسك بلطف. لما تهرب من نفسك اي راحة هتحس بيها صدقني هتكون مؤقتة وسطحية. في النهاية أحب أقولك اعرف انت بتبعد ليه. كلنا بنبعد بس مش كلنا بنرجع. اعرف امتى البعد يبنيك وامتى بيكسر جواك وانت مش واخد بالك. الراحة النفسية مش في السكوت ولا في الاختفاء ولا في انك تقفل الموبايل وتفتكر انها كده اتحلت. الراحة النفسية في المواجهة الصح، في انك تاخد مساحتك من غير ما تخسر كل حاجة، وانك تتكلم قبل ما تختفي. الراحة النفسية في انك تبعد بعقل مش بسبب وجع. اللي بيهرب بيتعب حتى لو ارتاح شوية، واللي بيواجه بيتوجع بس بيوصل للراحة الحقيقية. خد لحظة وفكر وما تنساش تجاوبني، هل البعد اللي انت فيه فعلا شفا ليك، ولا مسكن مؤقت لجرح مفتوح؟
الحلقة خلصت بس الكلام ما بيخلصش، ولو كلامي فرق معاك اعمل شير للي ممكن يكون محتاجه، وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا. باي.